ازيكم؟ مع الاقتراب الموعد الرسمي للاعلان عن اجهزه الفولدبل بتاعه سامسونج بقينا نعرف كل حاجه تقريبا عن الاجهزه دي. اتكلمنا في فيديو فات قبل كده عن الفليب 5، وفي الفيديو ده هنتكلم بمزيد من التفصيل عن السامسونج جالاكسي زي فولد 5، عن الشكل والتصميم واشياء اخرى مهمه وحماسيه جدا. مهم جدا انك تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو ده وتكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. وحابب اشكركم جدا على الدعم الخرافي في الايام الاخيره، شكرا جدا لكل الدعم الجميل ده، واتمنى طبعا انه يستمر واكون دايما عند حسن ظنكم. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك أنا الورد. تصميم الزي فولد 5 هنا هيكون مختلف شويه، بحيث ان الموبايل هنا حجمه هيكون اصغر شويه. الزي فولد 4 لما بيكون مطوي بشكل كامل بيكون سمكه 15.8، ولكن الزي فولد 5 لما يتم طيه بشكل كامل هيكون سمكه 13.4. طبعا هنا في فرق ملحوظ من ناحيه السمك، قد يكون الفرق مش كبير قوي ولكن ده عمليا مهم جدا. وخلينا ابسط الموضوع واقول لكم ليه بالظبط. اولا الجالاكسي زي فولد 4 بيجي بالسمك اللي هو 15.8 بسبب الطايه بتاعته ما بتكونش قافله بشكل كامل، لان هنا بيكون في فراغات او جاب في النص، وده بيخلي الموبايل سمكه اكبر من ناحيه الهنج طبعا. ولكن الفولد 5 بقى معلم هيكون مختلف في النقطه دي تحديدا، وهيجي مع مفصله او هنج مختلف. وهنا الموبايل بيستخدم نفس التقنيه او نفس التكنولوجيا اللي موجوده في الهنج او المفصلات بتاعه الاوبو فايند ان 2، نفس المفصلات اللي بتكون مقفوله على نفسها. المفصلات هنا او الهنج ما بيكونش بارز عن ظهر الموبايل، حجمها كمان هيكون اصغر وهيكون داخل جوه جسم الموبايل كانها جزء رئيسي من ظهر الموبايل، مش مجرد قطعه بارزه من ظهر الموبايل كده وخلاص. ولما يتم طي الجالاكسي دي فولد 5 هيكون الموبايل مقفول تماما، ما فيهوش اي فراغات في النص، وده مبدئيا بيكون ليه بعض المزايا المهمه، زي ان شكل الموبايل بيكون الطف، حجمه بيكون اصغر من ناحيه السمك طبعا، وكمان بيمثل حمايه مهمه جدا للشاشه، ان ممكن اي حاجه تدخل ما بين الشاشتين طبعا، او اي جسم ما ممكن يأذي الشاشه دي او يمثل ضرر ليها. كمان المفصله الجديده اللي هتكون موجوده في الجالاكسي زي فولد 5 هيكون ليها ميزه رئيسيه كمان، وهي الحز او الحته اللي بتكون متنيه في الشاشه بتاعه الموبايل. الزي فولد 4 بيجي بحز او بيجي بحته متنيه في شاشه الموبايل، ودي الناتجه عن التاني في قفل وفتح الموبايل، بتكون عامله حته مجوفه كده في النص بتعيق استخدامك للموبايل، وان الشاشه تكون مسطحه بشكل كامل ما فيهاش اي انبعاجات. الجالاكسي زي فولد 5 هيعالج المشكله دي بسبب الهنج المستخدمه الجديده هنا. من ناحيه بقى التصميم الخارجي بتاع الموبايل، فالتصميم الخارجي مش هيتغير كتير عن الجالاكسي زي فولد 4، نفس الشكل بنفس سيستم الكاميرات تقريبا بدون اي اختلاف، الا تغيير واحد هيخليك تميز ما بين الجيلين، وهي ان الفلاش LED هنا كان بيجي في الجالاكسي زي فولد 4 تحت سيت اب الكاميرات بالظبط، ولكن الزي فولد 5 هنا الفلاش هيكون جنب سيت اب الكاميرات في الجهه العلويه. الموبايل هيحتفظ بنفس الشاشات بدون اي تغيير، ولكن حجمه هيكون اصغر شويه، وده معناه ان الاستحواذ هنا هيكون افضل من الجالاكسي زي فولد 4. من ناحيه الارقام فالكاميرات هتكون هي بدون اي اختلاف، مع نفس الكاميرا الاماميه المدفونه تحت الشاشه. الموبايل هيجي مع IP ريتنج X8 لمقاومه الميه بعمق متر ونص لمده 30 دقيقه، بالاضافه لدعم مميزات الاس بن مع واجهه سامسونج ال One UI 5.1 مبنيه على اندرويد 13، وطبعا الموبايل كده هيوصل له اندرويد 14. ما تنسوش تلاقوا رايكم تحت في الكومنتات بخصوص المميزات القادمه في الفولدبل بتاع سامسونج، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.